السلام عليكم خوتي خواتاتي المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ نترجى الله تعالى كلشي يكون بخير وعلى خير، كلشي يكون في صحة جيدة. المتتبعين الاوفياء، المتتبعين العزاز ديالي، كنحييكم اغلى تحية داخل الوطن وخارج الوطن وفين ما كانوا المتتبعين اللي كيدخلوا الفيديوهات ديالي والمحتوى ديالي وكيتفرجوا وكيخلوا لي بصيمه وكيخلوا لي تعليق. كنحييكم اغلى تحيه وكنقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم، والله يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. الانسان الى دار البصيمه على واحد الكلام اللي هو ديال الكلام الصالح، الكلام الصالح، الكلام الصالح والكلام اللي فيه منفعة عنده أجر، بخلاف إلى دخل الإنسان ودار بصيمة ودار تعليق على الكلام الساقط وعلى الكلام المعاطية، أعطيني نعطيك وضرب فيا نضرب فيك، غادي يدي السيئة. هنا خوتي العزاز المتتبعين، راكم كتشاركوا في المجرمين في الاجرام ديالهم. الا دخلتوا عندهم ولقيتوهم كيتعاطوا بعضياتهم، كيضربوا في اعراض بعضياتهم، وكديروا لهم البصمه وكتطلعوا لهم اللايفات وكديروا لهم التعاليق وكتشجعوهم، راكم كتفرقوا معاهم الايتم اللي كيدوا حتى هما. لكن الا دخلتوا ولقيتوا شي حد كيهضر على الكلام الصالح والكلام اللي فيه منفعة للبلاد والعباد ودرتوا بصيمة، سبحان الله، عندكم أجر وعندكم حسنة مع الله سبحانه. ترجى الله تعالى يتقبل منا ومنكم جميع اللي كيدير البصيمة وكيتفرج وكيشجع الفيديوهات اللي فيهم المحتوى اللي غادي ينفعنا. الله يتقبل منكم، الله يسر لكم. واللي كيشجع الفيديوهات ديال التفاهه الله يهديه، الله يهديه، غنقول لهم الله يهديهم. ماشي مشكل الى الناس ناضوا كيعاتبوا دوك الناس الاخرين اللي كيدخلوا عندهم، يقول لهم اعطونا محتوى زوين وحنا معاكم. بغيتوا تبقاو تعطونا محتوى اللي فيه السب والشتم في الاعراض ديال عباد الله والرذيله والتفاهات، راه حنا كنكونوا بروسنا مشاركين معكم في الاجرام ديالكم. حتى لهنا غنقول لكم اخوتي العزاز، غادي نهضر اليوم على شي نقاط ان شاء الله تنتمنى نتيسر فيهم ونوصلهم كما ينبغي، اللي هي نقطه ديال العده ديال 4 شهور و10 أيام. العده ديال المراه إذا توفى عنها زوجها وكتشد كدير الحداد اللي هو 4 شهور و10 أيام. هاد 4 شهور و10 أيام أخوتي راه ما عند المرأة فيها إلا 3 أيام. الراجل يا ربي، الراجل أعتذر، الراجل عنده 3 أيام في ديك العدة وفي داك الحداد. لكن 4 شهور و7 أيام تتبقى الأجر ديال المرأة إلا دوزت العدة كما ينبغي وكما يحب الله ويرضاه. حتى لهنا متفاهمين؟ 3 أيام اللي عند الراجل في ديك العدة ديال 4 شهور و10 أيام، الباقي كله ديال المرأة. إلا احترمت راسها واحترمت داك الحداد واحترمت ديك العدة ديالها، راه عندها أجر كبير مع الله سبحانه وتعالى. المهم اخوتي، المراه ملي كيتوفى الزوج ديالها، كيصبح يتوفى او لا كيكون خارج وسمعته توفى ولا شي حاجه، اش من حاجه كدير؟ كتمشي تتوضا الا كانت هي نقيه وما عليها لا جنابه لا شي حاجه من هذا القبيل، كتمشي تتوضا الوضوء الصغير، لا داعي للاغتسال الكبير، لا داعي ليه. هذا اخوتي الاغتسال الكبير راه كيدخل في البدع. الا كانت المراه ماشي جنوب، الا كانت المراه ما عليها حيض، الا كانت المراه ماشي نفسه، الا
استعملت الاغتسال راه دخل هذاك الاغتسال الكبير في البدع. لكن اللي عند السيده وهو توضى الوضوء الصغير، الا كانت نقيه مع راسها توضى الوضوء الصغير ديالها وتلبس الملابس ديالها وتنشف وتلبس الملابس ديالها الداخليه، يدبروا رؤوسهم. هذوك الملابس الداخليه يكونوا في الالوان ماشي مشكل. لكن باش كتمتاز المراه عندنا المغربيه الى عندها الحداد كتمتاز عندنا في المذهب المالكي بالابيض. في المغرب كاع في المغرب كتمتاز عندنا المراه اللي دايره الحداد باللباس الابيض. هذا اللباس الابيض راه ماشي مشروط يكون هو اللباس الابيض فقط، الا اللباس الابيض غير باش كتمتاز به ديك المراه وتيعرفوها الناس باللي عندها الحداد ديال الزوج ديالها توفى. هذا الشيء اللي غدير هذه السيده، غتلبس الابيض وغادي تمتنع، غادي تيتمنعوا على شي مسائل اللي هما الطيب، اللي هما الريحه والكحل ولباس الزينه. اللباس ديال الزينه اللي كتزين به المراه ما تلبسش في هذا اثناء الحداد ديالها، ما تلبس اللباس ديال الزينه اللي كتزين به المراه، هذا راه ممنوع عليها وداخل كاع حتى في الحرام ما تلبسوش. السيده تلبس اللي بغات في الالوان، لكن تلبس شي حاجه بيضاء فوق من دوك الالوان ديالها وتتكون عاديه بينها بين الناس، لكن تيعظموها الناس اللي تيشوفوها لابسه الابيض. مثلا لابسه الابيض وما عندهاش اللي يخرج يتقدى ليها، ما عندهاش، ما كاين حتى شي واحد اللي يخرج يتقدى، غتخرج لابسه داك الابيض غيحترموها الناس. عندها شي مسائل في الاداره غتمشي تجيبها في الاداره، هي غادي يسبقوها الناس اللي في الاداره لانها شاده الحداد، خصها تمشي في حالتها. هذا هو باش كيمتاز اللباس الابيض. السيده ممنوع عليها تبات في شي بيت اللي غير البيت اللي فاش شاده العده. دائما تمشي تعزي، الا كانت الموتى جيرانها او الاقارب تمشي تعزي وترجع تبات في دارها. عندها شي صخره تخرج تسخرها وترجع تبات في دارها. قبل المغرب تكون في دارها، قبل صلاه المغرب تكون السيده في دارها، قبل صلاه المغرب تكون السيده في دارها. ما يمكنش ليها تبات في شي بيت اللي من غير بيتها اللي شاده فيه العده. السيده كيتمنع عليها. شوفوا الخوت سبحان الله العظيم، الحج والعمره كيتمنع على السيده اللي دايره الحداد. ياك الحج والعمره شعيره من شعائر الله سبحانه، لكن كيتمنع في ديك 4 شهور و10 ايام على السيده اللي شاده الحداد. ما بالك الناس ديالنا الله يهديهم اللي شدوا الحداد ديالهم وشدوه بالمقلوب. هنا خوتي غنقول لكم باللي السيده اللي عندها الحداد كيتمنعوا على الاواليم اللي هما العقيقه او العرس او حفله او اي شيء من هذا القبيل. هذا المهم كيتمنعوا عليها الحفلات، كيتمنعوا عليها الحفلات منعا باتا. هانتوما شوفوا اما حسن الحفلات او الحج والعمره. الحج والعمره كيتمنعوا على السيده اللي عندها الحداد. ما بالك الحفلات اللي كنشوفوا الناس سمحهم الله شادين الحداد وكيكونوا في الحفلات وكيكونوا لابسين لباس الزينه، وهما في اثناء الحداد، هما في اثناء الحداد، اثناء الشهور ديال الحداد تيلبسوا لباس الزينه، تيلبسوا اللي جمع وجههم، تيبانوا النص في يديهم عريان، تيبانوا فرحانين ناشطين، طباله حداهم، اللعب حداهم، الزغاريت حداهم. هادشي كله راه كيتمنع على السيده اللي في اثناء الشهور ديال الحداد. لكن شفنا السيده عندها الحداد ودارت هاد المسائل كلهم، حضرت في العرس
ديال بنت ولدها، وحضرت ولبست الزينه وفرحت ونشطت. اخوتي بالله عليكم غنقول لكم، واش 4 شهور و10 ايام غتبقى دائما؟ غادا تفوت 4 شهور و10 ايام، ماشي مشكل الا اجلنا ديك الحفله ديال العرس حتى تفوت ديك 4 شهور و10 ايام. والسيده على من غنهضر وعلى من كنهضر بقات لها غير 3 ايام وتحيد حق الله. لكن هاد السيده ما احترمت الحداد ديالها، انها كتخرج مع بنات ولدها ومع مرت ولدها وكيمشيو يجلسوا في القهاوي والضحك وكاكا كاكا كاكا، وكانها ما شاده حداد، بحال دوك الناس اللي معاها كتجلس في القهاوي، كتمشي للحفلات، كتمشي يعني كتلبس لبست الالباس الزينه اللي ممنوع منعا بتان ما تلبسوش السيده في اثناء الحداد. لبستو هاد السيده اللي هي شكون اخوتي على من كنهضر؟ هي ام يوسف الفاسيه، امت بكريشه، امت السداري بكريشه. هي اللي شفناها دارت هاد الخلافات هادو وهي في اثناء الحداد، وكتعطينا النساء الاخرين والاجيال الاخرين اللي جايين اللي توفى راجلها، يعني تلبس داك الحداد بلا مبالاه، تلبس فيه اللي بغات وتخرج فين ما بغات وتمشي للقهوه وتمشي للاواليم وتمشي للعقيقات وتمشي للحفلات وتمشي فين ما. هذا هو الميساج اللي وصلت لنا ام يوسف الفاسيه سامحها الله. لكن حنا ما غنسكتوش باش ما علمنا الله واللي عرفنا واللي عرفونا الشيوخ والسادات ديالنا اللي قبل منا واللي كينصحونا واللي كيورونا، غادي نحاولوا نوصلوه من هذا المنبر اللي عندنا في التليفون ديالنا، غادي نوصلوا كلمه الحق ولو باش ما اعتصد ربي، غادي نوصلوا كلمه الحق باش ما نخلو هذاك الشيء اللي كيديروا بحال هذوك النساء اللي هي ام يوسف الفاسيه ينتشر عندنا في المغرب ديالنا، وينتشر السيدات مساكن الناس كيتوفاو لهم ازواج ديالهم وكيحيروا وكيقولوا اش غادي يلبسوا، اش غادي يقلعوا، اش غادي يديروا. بحال حنا دابا عندنا في المغرب ديالنا عندنا الابيض كنلبسوه وكنمتازوا به، عندنا الابيض كنلبسوه وكنمتازوا به، ولكن راه ماشي ضروري الا كنتي في الدار ديالك وكنتي جالسه بوحدك وساده عليك تبقاي لابسه البيض. بغيتي تلبسي شي حاجه من حوايجك لبسيها، الا لباس الزينه، الا لباس الزينه هو اللي ما كيتلبس. وتيتمنع عليك الكحل، تيتمنع على المراه اللي دايره الحداد الكحل، لان الكحل حتى هو من الزينه. كيتمنع عليها الطيب لان الطيب حتى هو من الزينه. كيتمنع عليها بحال الدرور الفولارات اللي كنديروا، ماشي تمشي تخير شي لون اللي غادي يطير هذا وجهها، اللي غادي يعطي زعما ما عرفت كيفاش غنوصل لكم، اللي غادي يجي لها مع وجهها ويبينها. ما تلبسوش، عطا الله ما يتلبس حتى تكمل 4 شهور و10 ايام ديالها، وديك الساعه تلبس اللي بغات حلال طيب عليها. انا غنقول لكم اخوتي، تنتمنى والله تعالى يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما جهلنا ويورينا اللي ما عرفنا، والله يجازي بخير الشيوخ ديالنا والسادات ديالنا اللي كيوصلوا لنا المعلومه اللي ما عرفنا وكنولوا نعرفوها، وحنا بدورنا غادي نوصلوها للناس اللي يا ربما كيعرفوا وكيتجاهلوا، يا ربما هما جهاله، يا ربما هما ما عندهم ثق في الميت كاع ديالهم، يا ربما ما عندهم ثق في الله سبحانه اللي شرع هذا الحداد بلباس غير ديال الزينه. ربي سبحانه هو اللي شرع هذا الحداد وقال لنا ها ما تلبسوا فيه وها ما ديروا فيه وها ما ديروا فيه. لكن حنايا كنضربوا بالكلام ديال الله عرض الحائط وكنمشوا نديروا شي حوايج من روسنا بحال الا صافي الدنيا غادا توقف في ديك 4 شهور و10 ايام. السيده الا كانت عندها 4 شهور و10 ايام راه ما كتمنع من الخروج الا بغات تقضي اغراضها.
عندها الدراري صغار وبغات توصلهم للمدارس توصلهم، راه الله تبارك وتعالى ما منع هادشي، ولكن باحترام وباللباس الابيض باش الناس يوقروها، باش الناس يعرفوها انها ملتزمه بالحداد ديالها. عندها واحد المصاب جلال انها توفى الزوج ديالها ولابسه الابيض، كيوقروها الناس، كدير الليقات، كدير المهم اللباس ديال الحداد راه معروف باش كيوقروها الناس، وخصو يكون في الابيض. المشارق في المشارق راه تيلبسوا الكحل، حنا عندنا في المغرب كنلبسوا الابيض. دابا مصر وهذوك الدول الاخرين كنعرفوا الا كانت عندهم الموتى ولا توفى الزوج ديالهم كيلبسوا اللون الاسود. حنا عندنا اللون الابيض باش كنمتازوا، باش كتمتاز المراه اللي شاده الحداد ديالها بالحق وبالحقيقي. لكن هاد السيده هاد موات بكريشه راه اخترقت القانون، ماشي خطره ماشي جوج، اخترقت القانون ديال الحداد ملي كتمشي تجلس في القهاوي وتاكل وتشرب مع بناتها ومع عروستها. اخترقت القانون ملي كتعري يديها وكتجلس تقابل وتجلس تعاطي المعاطيه في مورا التليفون وهي مرا زعما دايره الحداد. اخترقت القانون انها في عرس بنت ولدها سمعت للزغاريط والطباله قدامها ولابسه لباس الزينه، وهذا الشيء راه ما تيتوافق مع الشروط ديال الحداد. الشروط الحداد راه ماشي هما هادو خوتي. هذا عده مسائل فاش اخترقت القوانين ديال الحداد هاد موت بكريشه، وهي كتنشر داكشي. لو كان غير دايره هما شافوا حد بوحدها، شافوا غير جيرانها وسميتو، لكن لا، هي راه كتنشر، هي راه في واحد المنبر كتنشر وكتوزع، كتقول تدير بان المراه راه الا شاد الحداد ماشي مشكل تكون مع الطباله ومع الغياطه ومع الزغاريت ومع اللعب مع العرايس ومع سميتو. كتنشر ان المراه تمشي للقهاوي، كتنشر ان المراه تعري اليدين وتبينهم، كتنشر ان المراه تجلس وتعاطى في التليفون مع العدو ديالها في التليفون. هذا الشيء كله لا اساس له من الصحه. نطلب الله تعالى يسمح لنا وليها ويغفر لنا وليها. وراه الحداد ما شداتوش بالمعقول، وراه خوتي اللي شاف الحداد ديال يوسف الفاسيه راه هذاك راه ماشي حداد، راه ما دوزت العده ديالها وما سميتو، لان الناس طغى عليهم الادسنس، طغى عليهم الفيديوهات، طغات عليهم الوقت، ونساو راسهم بان داك السيد اللي توفى داك النهار راه واحد النهار غادي نوصلوا ليه حتى حنا. وكل شيء كاين غير الله تبارك وتعالى، والموت ما دامت الدنيا جلست حتى شبعت كل شيء غادي تصبح واحد النهار فانيه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. والى هنا يا خوتي غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واللي دخل الفيديو ديالي ما ينسانيش من البصيمه ومن البارطاج، واللي ما مابوني عندي تابونا عندي وطلبوا معايا الله تعالى وتعاونوا معايا باش نوصلوا كلمه الحق ونوصلوا شي حاجه اللي كيديروها الناس وكيختلفوا بها على في الدين ديالنا، نوصلوها حنا من عند الشيوخ ديالنا. حنا ما قارينش، من عند الشيوخ ومن عند الائمه ومن عند العلماء ديالنا نوصلوها كما انزلت. وغنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.